السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ختام الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز. مباراتين البنك الأهلي وبتروجيت، الحصان الأسود. اللي لازم ندي كابتن سيد عيد حقه بصراحة. الراجل فرقة صعد بيها من دوري المحترفين، وعمل إضافات خفيفة، مش اسماء رنانه قوي، بس محقق نتائج بعد 10 اسابيع. يبقى 16 نقطة، مركز سادس. يبقى ده راجل عنده فكر، راجل عنده خبرات، عارف يتعامل مع المباريات. فنرفع القبعة للكابتن سيد عيد. طبعا المباراة بدأت بهدف عن طريق حامد حمدان في الدقيقة 9 من رأسية ولا أروع. ثم كارت احمر وضربة جزاء لبتروجيت يهدرها اسماعيل بامبا. يعني بتروجيت كان مسيطر على المباراة، وفرقة البنك مش سهلة يا جماعة، فرقة كبيرة ومعاها مدرب كويس برضو، كابتن طارق مصطفى. ثم هدف تاني عن طريق جبريل شاكودو في الدقيقة 60، وشبه المباراة بقت خلاص. انا 2-0، فانا مرتاح، انا كده مبسوط، انا كده مرتاح. وخدوا الثلاث نقاط، وصلوا للنقطة 16 بتروجيت. الف مبروك لفرقة بتروجيت. ثم سموحة وزد، كانت مباراة جميلة برضو. هدف في الدقيقة 40 عن طريق صامويل امادو، اللعيب اللي برجله واسع جدا وعنده سرعات غريبة وبيغير اتجاهاته. بصراحة لعيب كويس جدا، لعيب النيجيري. انا اتفاجئت بأدائه النهارده. ثم هدف التعادل في الوقت الضايع، في الدقيقة الخامسة من الوقت الضايع، في الدقيقة 50 من الشوط الأولاني. قدر زيكو الهداف التاريخي لزد ان هو يحرز هدف من رأسية جميلة في المقص علشان يطلعوا 1-1. ومشيت المباراة سجال، هجمة هنا وهجمة هنا ومحاولات هنا ومحاولات هنا، حتى الدقيقة 85 لما قدر نجم المباراة أمادو يحرز الهدف الثاني لسموحة تبكى للهدف الأولاني، بس هنا بيمينه وهنا بشماله. مبروك لفرقة سموحة. وبكده الدوري بصراحة كل أسبوع بيحلو وبيولع عن اللي قبله. وأنا شايف الدوري الاستثنائي ده هيبقى من أفضل الدوريات في ال10 سنين اللي فاتوا. بإذن الله ننتظر الأسبوع في مواجهات نار، الأسبوع ال11 في مواجهات نار بإذن الله. ننتظر المباريات بعد بكرة، نتفرج عليها ونتكلم عليها مع حضراتكم إن شاء المولى. السلام عليكم.